ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في وقت ببقى عايزة اسمع فيه حاجة تديني امل تاني من اول وجديد. انا بحب قوي القصص بتاعت زمان وبتاعت الناس الكبيرة دي اللي هي بتقعد تدينا حكمة في وسط القصص بتاعتها. كنا انا وتيتا قاعدين بنتفرج على فيلم، وكان فيلم رومانسي، بس طبعا الافلام اللي هي الجديدة بتاعت دلوقتي ما تعجبهاش هي الحاجات دي، فطلبت مني اقوم اعمل لها ينسون وهي بتفرد رجليها كده على الكنبة وبتقول لي: انتي عارفة ان الحب الحقيقي بيجي وانتي مريضة وانتي مش حلوة او انتي مش في المود بتاعك؟ قلت لها يعني ايه؟ قالت لي: هقولك حكايه عبد الحميد ومراته سعاد. سعاد كانت بنت جميله رقيقه ما بتحبش اللف والدوران، وكان عبد الحميد ده جارهم من زمان، شاب بسيط ابن بلد بيشتغل في محل عصير، بس مش لابس ساعة غالية ولا بيركب عربية، بس كان قلبه دهب نقي. ماشي يا تيتا. قالت لي ان كان كل يوم يعدي تحت البلكونة بتاعتها يقول لها: صباح الفل يا سعاد. ترد هي تقول له: صباح الورد يا عبد الحميد. ولما مات ابوها كان اول واحد جه وشال الكراسي وكان واقف جنبهم وجاب عيش وسكر وقال لمامتهم: انا تحت امركم في اي حاجة. سعاد دي غالية علينا كلنا. ومن ساعتها بقت امه تقول له: يا ابني طب اتجوزها طالما عجباك اتجوزها. هو نفسه كان بيحبها جدا من زمان، بس كان مستني يعني يعدي فترة التجنيد اللي هو كان فيها ويشتغل شغلانة أحسن من كده. وبعد سنتين فعلا اتجوزوا، كان فرح بسيط وجابوا شوية كباب وكفتة على السطح، وساعات كانت لابسة فستان متأجر بس كانت بتضحك من قلبها، وهو كان بيبصلها وكأنها ملكة. وعدت 5 سنين، سعاد خلفت ولد وبنت، وعبد الحميد فتح محل عصير صغير باسمه. الناس كلها فرحت لهم. بس في يوم سعاد وقعت في الحمام وخبطت دماغها وابتدت تفقد الكلام واحدة واحدة بالتدريج. لفوا على دكاترة كتير جدا، وفي الآخر الدكاترة قالوا إن جالها جلطة وبقى عندها صعوبة في الكلام والحركة، يعني بقت عاملة زي الطفلة الصغيرة. أنا بجد هنا قلبي وجعني قوي. الناس قالت إيه بقى لعبد الحميد بعد فترة؟ قالت له: يا عم خد لك واحدة تشيلك البيت ومراتك مش هتحس. وهو يقول: كفاية ان انا هبقى حاسس. كل يوم كان عبد الحميد يصحيها وينظم لها شعرها ويقعدها على الكرسي قدام الشمس، يطبخ لها بنفسه ويلبسها ويسمع كلامها حتى لو مش مفهوم. ولما كانت تزعل ان كلامها مش بيوصل له كان يقول لها: ما تزعليش، انا فاهمك من عينيكي، مش محتاجة ان انت تتكلمي. ابنهم كبر وبنتهم اتجوزت وسعاد بقت على كرسي متحرك، وفي كل عيد جواز كان بيجيب لها وردة ويقول لها: كل سنة وانتي سعادتي. وهي تدمع وتهز راسها بصعوبة وتقول له: وانت عمري. وفي يوم سعاد ماتت، بس عبد الحميد ما بطلش يجيب الورد، بقى كل جمعة يروح القبر ويحط لها وردة ويقول لها: النهاردة يوسف نجح، مي جابت بيبي، البيت بقى وحش من غيرك يا سعاد. قلت لها: طب هو ده يا تيتا حب؟ انا كان صعبان عليا الراجل قوي. قالت لي: ده كان اكتر من الحب، عشان ده كان عهد وما اتكسرش، وان الحب الحقيقي مش من اول العشرة، الحب الحقيقي بيظهر لما العشرة تبقى تقيلة والجمال يروح والصبر يبقى هو الهدية الوحيدة. وقتها بس هتعرفي مين اللي حبك بجد ومين كان بيتسلى بيكي. وكانت العبرة بتاعتها من الحكاية ان الحب مش هيكون وردة في عيد ولا صورة حلوة هنتصورها سوا، وان الحب الحقيقي هيبقى في اضعف الحالات اللي انت بتكون فيها وبتلاقي حد شايفك انك لسه اجمل حد في الدنيا، وهو انك ما تتهزش لما الدنيا تهز شريكك. ولو كملتوا لغايه هنا شكرا ان انتوا كملتوا الفيديو لغايه الاخر، وسيبولي كومنت قوليلي ايه اكتر حاجه اثرت فيكوا او بتشوفوا الحب من منظور شكله عامل ازاي. خلونا نتعلم من بعض، واستنوا فيديو جديد في قصه جميله قوي وعجبتني هشاركها معاكم الفيديو الجاي. شكرا، باي باي.